السلام عليكم أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. الله على الطبيعة وجمال الطبيعة، ربنا دايما ما يحرمنا أبدا أبدا من فضله علينا، ويرزقنا دايما الحرية. وطبعا شايفين دي الحشائش اللي طالعة في التربة تحت شجر المانجا، بنستفاد منها وبناخدها طبعا نأكلها للمواشي، نأكلها للطيور. فطبعا كل ده من فضل الله. نشكر ربنا طبعا على هذه النعمة الجميلة، ربنا ما يحرمنا أبدا من نعمه. فطبعا احنا بنستفاد من الحشائش دي، وطبعا بناخدها ونأكلها للطيور. عملت الكمية الحلوة دي وحطيناهم في الكرتونة علشان طبعا نروح نقطعهم ونحطهم للبط. اطلع بقى شوية بشوية كده، وطبعا امسك السكينة تكون حامية طبعا، ونروح مقطعين الجدر بتاع الحشائش علشان البطة تعرف تاكل الاكل اللي احنا هنحطه لها. ايوه بنقطعه كده زي ما بنقطع الخضرة. لازم نهتم بالطيور، بالفراخ، بأي حاجة احنا مربينها في البيت نهتم بيها زي ما احنا كده بناكل، بنهتم بأكلنا، نهتم برضو بالحاجات دي على اساس احنا بعد كده هناكلها. فطبعا بنعمل لهم اكل نظيف، نحط لهم طبعا المية في وعاء كده او اناء نظيف، على اساس طبعا البط او الفراخ ما يتعبوش، ما يجيلهمش مثلا اسهال او مش عايزين ياكلوا. فاحنا ناخد بالنا من كل الحاجات دي، ننظف كل حاجة ونجيب كل حاجة كده نظيفة ونحطها قدامهم، نهتم بيهم علشان هم طبعا مش عارفين اي حاجة، فاحنا ربنا يحاسبنا عليهم. فاحنا بنتقي الله بقى على قد ما بنقدر وبنجتهد كده. طبعا انا بتحايل على البط يجي ياكل، كان في الوقت ده كان فطر خلاص، قعدت اتحايل عليه. بعد كده بقى رحت شايله بقى الاكل وقلت بقى انا هصور بعد كده. بعديها بنص ساعة بدأت ان انا انزل تاني الاكل واتحايل عليهم طبعا عشان ياكلوا. رحت جايبالهم شوية سرس. طبعا السرس ده يعني يعني الرز اللي هو الشعير. بناخده ونوديه المضرب على اساس يفصل القشرة من فوق حبة الرز. فالقشرة اللي هي بتتفصل دي بناخدها طبعا، بتكون بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، عاملة زي البودرة كده، ونحطه للبط، نستفاد منه. يعني احنا مش بنرميه. طبعا البط ده عند امي، ما ينفعش طبعا ان انا اربيه عندي في الشقة، لان البط زي ما احنا عارفين عايز مكان واسع، وعايز مية يعوم فيها، وعايز كل الحاجات دي على اساس تطلع بقى بطية واخدة راحتها. طبعا ما شاء الله كده بيتخانقوا بقى على الاكل. فالاكل طبعا يتحط وهم جعانين، ما ينفعش ان انا احط اكل والبط او الفراخ شبعان، ما هو هيعملوا بقى حمام فوق الاكل والاكل كده هيبوظ. ولكن ناخد بالنا، البط جعان، الفراخ جعانه، الحمام جعان. لو انتوا عندكم حمام بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فطبعا ان احنا ناخد بالنا نحط لهم الاكل لما يكونوا جعانين ما شاء الله. يلا نصلي على الرسول صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى اشوف الذكر اللي واقف بقى بكل تناكة، واقف لك بقى حاطط لي رجل على رجل. وده البط الاصغر شويه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.